الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اتكلم عن ماتش الاهلي والجيش الملكي. الحقيقه ماتش خيب ظن الجماهير الفريق الاهلاوي، وان كان متوقع بالنسبه لي يعني الحقيقه انه الاهلي مستواه سيء من فتره، وده مش جديد ان هو يأدي مستوى بالشكل ده، بس كان الغريب ان هو وسط 50,000 مشجع يكون اداؤه كده. الحقيقه في الشوط الاول في اول نص ساعه كان اداء الاهلي في حماسه، مفيش تنظيم لكن في حماسه، والسبب في كده الجمهور ده طبيعي. لكن الحقيقه من بعد ما الجماهير ابتدت تحاول تضغط على الجيش الملكي ويستجيبوا مع اللاعبين ومع استفزاز اللاعبين للجمهور، بدأ يشكل ده ضغط على لعيبة الأهلي والمستوى تراجع بشكل كبير جدا. هنتكلم بالتفصيل عن الحقيقة الفرص اللي اتيحت للأهلي. محمد بن رمضان الحقيقة لاعب أنا من وجهة نظري ما يستاهلش $1.5 مليون، لاعب سيء جدا، بيهدر فرص بالجملة، انفراد في أول 10 دقايق ما يضيعش، ده ما يضيعش يا أخي. ده أنت جنبك مروان عثمان، لو اديتها له جول فاضي، لو أنت مش متأكد إنك أنت هتحطها مررها لمروان عثمان، لكن انت عايز تجيب جون وانت الحقيقه مستواك سيء. اهدار للفرص من محمد بن رمضان بشكل غريب جدا. الشوط الثاني كان الحقيقه مستوى الاهلي كله سيء من وجهه نظري، وده علشان اللي حصل من الجمهور والانفعال بتاع الجمهور على اللاعبين وحتف الازاز الميه والحاجات دي. الشغب اللي حصل ده شكل ضغط على لعيبه الاهلي وخلوهم تراجع مستواهم الحقيقه من وجهه نظري، ان هم مستواهم كان افضل بالفعل الحماسه بتاعه تشجيع الجمهور ليهم في الشوط الاول. الشوط الثاني كان صعب جدا والحماسه دي تراجعت بشكل كبير، والاداء كان سيء وكان كله في نص الملعب. يمكن فرصه او فرصتين يعني موجود فرد من اشرف بن شرقي، واشرف بن شرقي الشوط الثاني كان جيد نسبيا، وكره عرضيه لكاموش الكارثه. الحقيقه ده مش مهاجم، يعني ده مش لعيب كوره اصلا بصراحه، يعني لا ينفع مهاجم ولا ينفع لعيب كوره من وجهه نظري. هو مهاجم فاشل وصفقه فاشله و$500,000 بيترموا في الارض كالعاده. وانتهى الماتش بالتعادل، وقدر الاهلي انه هو ما كانش محتاج اكتر من التعادل عشان يتصدر. الحقيقه هو كده لو التعادل يكفيه، قدر ان هو يتصدر مجموعته، وهنشوف بقى هيلاعب مين في الدور اللي بعد كده. ده رايي في مستوى فريق الاهلي الحقيقه في ماتش الجيش الملكي. هو اداء سيء للغايه ومفيش حاجه اكتر من كده تاني. شكرا لكم.